في حد ايه ده؟ ده حد نايم يا ابني ما صحش شكله نايم تقريبا. لا شكله نايم. طب بياكل طيب ولا صاحبي؟ حاجة طلعت؟ لا بتضحكوا عليا بتضحكوا عليا صح؟ بتضحكوا عليا. انا لمحت حاجه دخلت كده. بعدين بقى طب مش انا هقف هنا كده وهي ماسكها عشان تطلع من هنا تطلع من هنا. بص العيش طب خد انا شفت حد خد اطلع طيب. اسمها ايه يا استاذ معلش تاني؟ اسمها الملكة هيلانا. اسمها ايه؟ الملكة هيلانا. نركز بقى. طب يا ترى انت جايه تقولنا ليه؟ انا بدور على صليب بابا يسوع ومش عارفه مكانه فين. حد يعرف مكان صليب بابا يسوع؟ فين؟ انا عرفت القصه دي. ايوه احنا كنا عندنا صليب في ايدينا صح كده؟ ايه؟ عندنا صليب في ايدينا صح؟ لا الصليب الخشب الكبير اللي بابا يسوع اتصلب عليه. عارفه يا استاذ؟ عارف بس هو ده لسه عارف الصليب ده؟ لسه موجود؟ بس هو انا مش عارفه مكانه. انت تعرف مكانه فين؟ انا ما اعرفش مكانه. حد يعرف مكانه؟ انت نقعد طيب معانا ملكة قولنا المكان فين طيب؟ ما احنا انا مش عارف. انا عمال اسال الناس يقولوا لي ما نعرفش. اصل انا عدى على قصه صلب المسيح 200 سنه. ده كتير قوي. طب ايه هنعرف ازاي؟ بص يا اصحابي دلوقتي يا اصحابي في راجل هناك اهو. انا هروح اساله يمكن يعرف فين صليب بابا يسوع. لو سمحت ايوه حضرتك تعرف فين صليب بابا يسوع؟ صليب بابا يسوع انا ما اعرفش، بس في واحد عجوز ساكن في البيت البعيد ده هو الوحيد اللي ممكن يبقى عارف. طب اسمه ايه؟ اسمه يهوذا. يهوذا؟ طيب شكرا. يعني هو كده مين اللي هيكون عارف الصليب فين؟ يهوذا. مش سامع اسمه ايه؟ يهوذا. احنا هنروح ليهوذا ده ونساله. ماشي يا ملكة؟ ماشي تعالوا تيجي معايا يا استاذ انت واصحابي. انا جاي معاك اهو يلا. يلا رايحين في السكة. روح في السكة معانا كده. يلا يا ملكة انا هسبقك كده. يا ملكة. ايوه هسبقك انا رايح في الطريق اهو. طب يلا بينا بقى. اهو يلا بس اهو وصلنا عند البيت بس. عندك انا وقفت اهو وقفت. كل يوم تمام. يلا نخبط. حد فتح؟ اهو طلع اهو. مين انت؟ انا الملكة هيلانا. ملكة هيلانا وعايزة ايه مني؟ انا عرفت ان انت تعرف مكان صليب بابا يسوع. حضرتك تعرفه فين؟ صليب بابا يسوع؟ لا انا ما اعرفش حاجة. امشي من هنا. لا بس حضرتك قال لي ان انت تعرف المكان. لا انا ما اعرفش حاجة. امشي من هنا. يا اصحابي تفتكروا هو يعرف المكان ولا فعلا ما يعرفش؟ يعرف؟ طب بص هقول لك على حاجة حلوة. هديلك فلوس لو انت قلت لي مكان صليب بابا يسوع فين؟ برضه مش هقول لك. طب بص بقى يا تقول لي يا هسجنك. اختار. لا سجن لا، انا هقول لك كل حاجة. زمان خالص يا اصحابي الناس الاشرار صلبت بابا يسوع على الصليب. زمان خالص يا اصحابي الناس الاشرار صلبت بابا يسوع وصلبوا معاه لص عن يمينه ولص عن شماله. وبعد ما بابا يسوع اتصلب وقام زي ما كلنا عارفين يا اصحابي كان الصليب بتاعه بيعمل معجزات كتير جدا. يعني لو واحد عيان يا استاذ وجه عنده أيوة. كان بيلف، ولو واحد اعمى ما بيشوفش
يفتح على طول يا استاذ. ده حاجه حلوه خالص. كانت حاجه حلوه بالنسبه لنا، بس أيوة. اليهود اتضايقوا جدا، عشان كده امروا كل الناس ان اللي معاه زباله او معاه تراب يجي ويحطها فوق الصليب، لحد ما زي ما شايفين يا اصحابي الصليب عليه زباله كتير قوي يعني هم قوي. رموا على الصليب كله زباله؟ يا استاذ، كله؟ كله يا استاذ. وبعدين؟ بس فالصليب يا جلاله الملكه، الملكه نامت تقريبا معاها ظهر. فالصليب يا جلاله الملكه. دلوقتي انا عندي مشكلة. ايه المشكله؟ ان انا ازاي اطلع الصليب من تحت اشيل الزبالة اللي على الصليب. ازاي بقى؟ فكر معايا يا استاذ، فكروا معايا يا اصحابي. فكر مع الملكه يا تعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقول لكم على حاجة حلوة. بس هي هتقول فكره، قولي كده يا ملكه. انا هجيب فلوس وارميها من فوق على الزبالة، بس فالناس كلها أيوة. هتجري وتزق كل الزبالة عشان تجيب الفلوس. فهيشيلوا كل الزبالة اللي على الصليب. طبعا هترمي فلوس اللي هي المعدن دي. ايوه عشان الكوينات تقعد تحت. بالظبط. يعني هما كده هتعمل ايه؟ هتحط فلوس على الزباله دي بحيث الناس تيجي تاخد الفلوس تقع تحت فتشيل الزباله عشان تاخد فلوس. كل ما ياخد فلوس اكتر كل ما يشيل الزباله اكتر. بالظبط يا حل استاذ. حلو ده، برافو. طيب يلا هرمي الفلوس اهي. اهي الفلوس هرميها اهي. انا جوه عندك اهي، شفتها انا واقعه جوه اهي. في حد بيدور عندك؟ هم قاعدين يدوروا هم وبيزقوا كل الزباله اهي يا استاذ. هم هيطلعوا. يا استاذ دلوقتي قدامي 3 شربان. انا مش عارف بقى انهي صليب فيهم صليب بابا يسوع. ايوه ما هم 3 شبه بعض. هنعرف دلوقتي. بس يا اصحابي، بس يا اصحابي شوفوا هناك اهو في واحد ميت. لا ميت ده كده؟ لا ميت كده؟ لا ميت. ايوه ميت يا استاذ. خلصنا. ماشي يلا يا ملك اهو. نحطه على اول صليب. يلا. ايوه. ما قامش. ما حصلش حاجه برضه. طب نحطه تاني صليب. ياه مفيش حاجه حصلت. بعدين بقى. طب نطلع ثالث صليب. ده صليب بابا يسوع. ده صليب بابا يسوع اللي بابا يسوع اتصلب عليه علشاننا. اللي بابا يسوع حصل ايه؟ اتصلب عليه علشاننا. ده بتبقى صليب مين ده؟ صليب مين؟ وبعدين يا ملكة انا قررت ان انا هبني كنيسة هنا وعشان كل الناس تيجي تاخد بركة الصليب. الصليب ده قوي جدا يا استاذ. هو اللي بيساعدنا واحنا خايفين، واحنا مثلا محتاجين حاجة لما نشربه بابا يسوع بيساعدنا بيه. زي ما شفتوا الصليب بس قوم الراجل الميت. جميل خالص. طب كده انت عملت بيه كنيسة بقى هناك؟ هبني كنيسة علشان كل الناس تيجي تزور الصليب وتاخد البركة منه. طبعا الكنيسة دي موجودة لغاية دلوقتي. موجودة. موجودة. في عندك فلوس تانية يا ملك عايز تديها لنا؟ عايز اطلب طلب مهم جدا يا استاذ. ايه يا ملك؟ انا كنت عايز اطلب طلب واحد بس يا استاذ منك انت واصحابي. قول يا ملك. ان انتوا كل ما تروحوا حته ترسموا الصليب، وانتوا قبل ما تناموا قبل ما تاكلوا لو خايفين لو في حاجه حصلت وحشه نرسم الصليب علشان بابا يسوع يساعدنا ويكون معانا. عشان احنا كده قبل اي حاجه بنعملها نرسم الصليب، صح كده؟ مش سامع صح كده؟ خلاص هما هيعملوا الاتفاق ده وكل مره يرسموا الصليب ويعملوا اي حاجه. خلاص يا استاذ، شكرا جدا 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 يا استاذ وشكرا لاصحابي. باي باي باي.